معظم العربيات الصيني زي BYD مش بتدعم الابل كار بلاي رسميا، وده بيخلي ناس كتير جدا متضايقه من الشاشه. بس المفاجاه ان انت تقدر تشغله في دقايق. والحل بتاع النهارده مش لBYD بس، ده ينفع على اي شاشه اندرويد بتقبل تثبيت APK فايل. في الفيديو ده هوريك طريقتين عمليين خطوه بخطوه، يلا بينا. قعدت فترة كبيرة بحاول الاقي حلول للابل كار بلاي او حتى حلول ببلاش من غير ما ادفع فلوس، بس للاسف عشان تاخد في الاخر خدمة ابل كار بلاي زي ما انت عايز بالظبط في الاخر هتدفع برضه. فهقول لكم الحلول كلها اللي قدامنا وانا دلوقتي شغالة على ايه وكنت شغالة على ايه قبل الابل كار بلاي. قعدت فترة كبيرة بشتغل على دودو لانشر، ده هو كويس جدا، هو يعتبر يعني بديل. كانت بس بتواجهني مشكلة واحدة، ان انا مثلا حد باعت لي لوكيشن مكان على الواتساب. كانت الابل كار بلاي عمري ما حسيت بالمشكلة دي، لان بمجرد ان انا افتح اللوكيشن على الموبايل هو بيرفلكت عندي في الشاشه على طول بدون اي مشكله. انا بقى هنا ظهرت المشكله ان انا محتاج اللوكيشن اللي بعت لي ده عايزه يرفلكت عندي على الشاشه. هي دي كانت المشكله الوحيده اللي خلتني في الاخر اخد قرار وعايز الابل كار بلاي. لو انت المشكله الوحيده دي لو مش مضايقاك فالدودو لانشر ده حل ممتاز وببلاش ومش محتاج اكتر من كده. تعالوا بقى نروح للحلول بتاعتنا. اول حل ده ابلكيشن، هحط لك اللينك بتاعه هتنزله. الابلكيشن ده بكل بساطه هيشغل لك ابل كار بلاي واندرويد اوتو. طبعا لو انت عايز تشتري اللايسنس بتاعته هي بحوالي 1000 جنيه. احسن اشتراك اللي هو ب 148 يوان ده، هتدوس كده هيجي لك هنا QR كود، هتنزل ابلكيشن علي باي وهتصور ده، هتدفع 148 يوان وهيفتح لك اللايسنس. وممكن اصلا تشغله ببلاش، بس كل شويه هيقعد يجي لك كده، يعني طول ما انت مشغل ابل كار هيقعد يجي لك كده اهو زي اعلان يعني. فطبعا ما قدرتش استحمله. مشكلتي معاه مش في ال1000 جنيه خالص، مشكلتي معاه ان هو علشان تكونكت عليه انت محتاج تفتح الهوت سبوت بتاع العربيه وتكونكت الموبايل على الهوت سبوت بتاع العربيه، فكده موبايلك هيبقى واخد انترنت من العربيه. انا عربيتي اصلا الشاشه ما فيهاش انترنت، فكده الموبايل مش واخد انترنت اصلا. جوجل مابس والحاجات دي كلها بتقلب اوفلاين وكأن الموبايل مش متوصل بالانترنت خالص، ودي كانت مشكلتي الوحيده اللي معاه. الحل ده هينفعك امتى؟ لو انت ممكن تجيب ماي فاي زي ده وتبقى العربيه واخده انترنت من الماي فاي وانت الموبايل واخد انترنت من العربيه، فده حل. الحل التاني ان في ناس كتير بدات تعمله، يعني ان هم بيروحوا عند مراكز الصيانه ويغيروا الاي سيم اللي في العربيه، اللي هي العربيه اصلا جاي فيها اي سيم، بيغيروها ويركبوا فيزيكال سيم ويركبوا شريحه على العربيه، فبيبقى عندك انترنت عندك على الشاشه دي، فالموبايل هياخد انترنت من الشاشه هيبقى تمام مفيش اي مشكله. فالحل ده برده هينفعك. الحل ده مش نافعني لان انا لسه ما غيرتش الاي سيم اللي على العربيه، فما عنديش انترنت على الشاشه. تعالوا اشغله لكم كده اهو. عملنا كونكت للابلكيشن زي ما انتم شايفين اهو، زي صوره الاعلان دي. هو بيخرف شويه بس عادي يعني هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. مشكلته بقى ان انت هتفضل طول ما هو ببلاش انت عندك العلامه دي، لو دفعت فلوس العلامه دي هتروح ب1000 جنيه مدى الحياه. حتى لو بيهنج او بيخرف هو يعتبر ارخص حل دلوقتي، ولو دفعت الفلوس دي هتروح، مش هيقعد كل شويه يطلع لك اعلان هنا كده. الموبايل واخد انترنت من الماي فاي اللي العربيه متوصله بيه، وده اللي خلاني اروح للحل التاني اللي انا ماشي عليه لحد دلوقتي وانا شايفه ده احسن حل. تعالوا اوريه لكم بسرعه. الحل بقى التاني وناس كتير قوي شغاله بيه اللي هو كار لينكد، دي من اكبر الشركات اللي بتعمل حلول للشاشات بتاعت العربيه يعني، والجهاز ده الوحيد اللي هيشتغل على العربيه عندنا. الجهاز ده معمول لاي عربيه اندرويد، هو ده الموديل بتاعه، علشان الشركه دي تعمل اجهزه كتير جدا. هتخرجه من علبه، هو ده اللي هيطلع معاك، هو ده الجهاز، حجمه صغير طبعا، وفي هنا USB وهنا في نور بينور عشان تعرف هو شغال ولا لا. تعالوا بقى اوريكم ازاي نشغله. انا وصلته بقى كده تحت في USB اللي تحت. اول لما وصلته المفروض يجي لي هنا علامه USB عشان اعرف ان هو اشتغل. كل اللي انت محتاجه ان انت عايز تنزل الابلكيشن اللي اسمه اوتوكاد، مش محتاج احط لك لينك ولا حاجه لان هو اصلا بيجي عليه. انت هتخش على الفايل مانجر هتلاقيه هنا، هتلاقي USB ظهرت هنا، هتلاقي ابلكيشن APK، هتدوس عليه هو هيعمل كل الخطوات وهو اللي هينزل لك الابلكيشن ده، وخلاص من الابلكيشن ده هو هيبقى الابل كار بلاي بتاعك. طبعا الريسبونس هنا تاخد بالك ان هو اسرع بكتير، حاسه انضف، فيش التهنيجه زي اللي كانت بتهنج معانا في الابلكيشن التاني. بس طبعا حل زي ده هيبقى اغلى لان ده انا جبته من الامارات بحوالي 144 درهم، يعني حوالي 1900 جنيه. يعني ممكن نقدر نقول ان هو ضعف ثمن الحل بتاع الابلكيشن اللي احنا بننزله العادي. بصوا هنا واخدين بالكم هو هنا جايب 4G، هو واخد الانترنت بتاعه من الموبايل عادي جدا زيه زي اي ابل كار بلاي شغال في اي عربيه. فعشان كده ده كان اختياري وشايفه ان ده احسن حل للناس اللي عايزه ابل كار بلاي من غير اي مشاكل. بس كده كان معاكم محمد الصاوي واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.